طالب الأئمة عندكم ولدوا معصومين أم بذنوب؟ كل أئمة أهل البيت، اعتقاد الشيعة إن أئمة أهل البيت عليهم السلام ولدوا معصومين من رسول الله إلى آخرهم المهدي، هؤلاء معصومون بعصمة من الله عز وجل. طيب جميل، أنت هكذا أسقطت دينك بالكامل. لماذا؟ لأن الآية تقول انتظر لحظة. لأن الآية تقول ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والإذهاب لا يكون إلا لشيء كان موجودا. فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين كان عليهم ذنوب، فذهبت هذه الذنوب بعد نزول الآية. إذا بطل استدلالكم أنهم معصومون من الولادة. رد. إنما يريد الله ليذهب عنكم وليس منكم. لو أتت الآية بكلمة منكم لتنزلت إلى جوابك، لكنها أتت عنكم شيئا يحيط بكم فأبعده الله عنكم. أفهم؟ ليس منكم بل عنكم، شيء خارجي ليس داخلي. الآن هل تبين لك؟ هل صوتي واضح؟ اسمع، قرآن عربي فصيح. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وليس منكم. لو كان منكم لكان الرجس فيهم، لكن قال عنكم إنما هو حولكم، ربما من شخص، ربما من حدث معين، ربما من شيء طارئ. فقال عز وجل عنكم. أنا أقول لك ماذا أقول لك؟ عليك أن ترجع